شايف شغلك مع خالد يوسف وصلك لإيه يا عوضي؟ أحمد العوضي من أول ما مضى عقد فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف وهو حاله اتشقلب وبقى مش هو. علاقته بياسمين اتدهورت وبقى يسهر لحد الصبح وساعات ما بيروحش البيت أساسا، وكانت حجته إنه مشغول في التصوير والدنيا مش أحسن حاجة وكل الكلام ده. لكن ياسمين مش سهلة، اديته الأمان وفضلت عايشة معاه كأنها واثقة فيه ثقة عمياء، لحد ما اكتشفت انه مصاحب ممثلة موجودة معاه في الفيلم، والصداقة دي اتطورت لعلاقة حب وجواز في السر. المصادر أكدت ان العلاقة فعلا موجودة بين العوضي والممثلة دي، لكن مفيش كلام مؤكد عن هوية الممثلة دي. لكن ياسمين عرفت وشافت بعينيها الشات بينه وبينها، لكنها كتمت الموضوع في قلبها واستنت اللحظة المناسبة عشان تواجه العوضي بخيانته ليها. المشاكل فضلت تزيد بينهم وحياتهم اتحولت لجحيم، وما بقوش مع بعض زي الأول ولا في تفاهم نهائي. العوضي قرر انه يصلح العلاقة بينهم في عيد ميلاد ياسمين، جاب هدية حلوة وعمل لها حفلة في البيت وعزم القريبين منهم وبس، واحتفل العوضي بياسمين وكان فاكر ان كده المية هترجع لمجاريها. لكن الكل اتصدم من رد فعل ياسمين بعد ما العوضي قدم لها هديتها وقال لها كلام حلو قصاد اللي موجودين في عيد الميلاد انها طلبت منه الطلاق. العوضي ضحك وكان فاكر الموضوع هزار، لكنها انهارت من العياط وكانت مصممة على الطلاق. العوضي لما حس ان الموضوع بيكبر وشكل الحكاية جد اتعصب وقال للناس اللي موجودة كله يطلع بره وسيبونا لوحدنا. لكن ياسمين رفضت وقالت له كلهم هيبقوا موجودين هنا وهيسمعوا كل كلمة هتتقال ويعرفوا خيانتك ليا. في اللحظة دي الكل كان في حالة صمت لما ياسمين قالت انه متجوز زميلته في الفيلم وعايشين قصة حب سوا. العوضي ما انكرش وقال لها من حق اعمل كده، ما انا عايزة اخلف زي اي راجل في الدنيا، وانتي قلتيلي انسى موضوع الخلفة، انا بقى عايز عيال يشيلوا اسمي، انتي اتجوزتي قبل كده وعندك عيال، اشمعنى انا يعني؟ ياسمين قالت له ان ده كان اتفاق بينهم من البداية، وانه وافق عشان بيحبها وعايز يتجوزها، ولما دلوقتي خلاص بقى نجم سينما ودراما والكل بيجري وراه قرر انه يتجوز واحدة تانية ويخلف منها ويبقى خد كل حاجة من المشكلة كبرت بين الاتنين، والعوضي وياسمين اتفقوا على كل تفاصيل الطلاق. والمفاجأة هنا ان ياسمين كانت متفقة مع مأذون عشان يجي ينهي كل حاجة بينها وبين العوضي، يعني بايعة ومصممة. لما العوضي عرف حكاية المأذون دي قرر انه يخلص كل حاجة، وفعلا في أقل من نص ساعة الطلاق كان تم بين ياسمين والعوضي، وأعلنوا ده على صفحاتهم الشخصية قبل ما أي موقع يعلن انفصالهم والناس تعرف من بره.